اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة خط دفاع الاهلي. معكم مروان. جان فيليب كرازو اسمه بيتداول الفترة الأخيرة إن الأهلي بيقترب من التعاقد معاه. هو لاعب عنده 25 سنة، بيلعب في سان إتيام في فرنسا في الدوري الدرجة الثانية. لعيب بعد الفيديوهات اللي أنا اتفرجت له عليها بيتميز بحاجة جامدة جدا، بيلعب برجله اليمين وبرجله الشمال بنفس القوة يا جماعة، وهنتفرج مع بعض. لعيب مهاري، لعيب قوي، بيجيد المراوغات، بيحرز أهداف. تعالوا نتفرج عليه مع بعض. بصوا هنا بيشوط ضربات الجزاء برجله الشمال. طبعا انت هتشوف هتفتكره اشول. بصوا نفس الكلام، بيعدل على رجليه الشمال ويشوط. هتشوفوا حاجات تانية بقى بيعملها برجليه اليمين برضو غريب. بصوا هنا يا جماعه مهاره، عدى من اكتر من 3 لعيبه وبرجله الشمال جوه الجون. طبعا هنا يقول لك ده اشول. بصوا هنا بيعدي برضو ويعرض، هو اللي عرض الكوره وبرجليه الشمال. مهاري جدا، لعيب مهاري، ممكن يلعب لك وينج وممكن يلعب لك مهاجم صريح. هنا نفس الكلام، هو برضو برجليه الشمال. بصوا هنا بقى، ادي اسيست برجله اليمين. عايزك تشوف بقى برجله اليمين، هنا اسيست برجله اليمين. حيرني بصراحه، انا قعدت اقول مش هو ده. هنا احرز هدف برجله الشمال، قعدت اقول مش هو ده اللي نفس اللاعب. لا هو يا جماعه. بصوا هنا هو اللي جاب الجون برجله اليمين، بيلعب برجليه الاثنين، دي حاجه جامده جدا. هو هنا اللي حاول بصوا هنا برجله الشمال بمنتهى الهدوء يحط ضربه الجزاء، رجليه مظبوطه على الجون. على فكره هو هداف الدوري الدرجه الثانيه الفرنسي، جاي بس الموسم ده. بصوا يا جماعه، هو هنا اللي عمل الاسيست الهايل ده، الهايل اسيست العالمي اللي بكعبه ده. لعيب كويس جدا، ولو الاهلي فكر فيه فعلا، بس اهم حاجه ما يكونش مصاب او ما يكونش عنده اصابات مزمنه، هيفرق جدا مع الاهلي. بصوا هنا، فبقول لكم هو عنده 25 سنه، هو جايب 8 اهداف. هو هداف دوري الدرجه الثانيه الفرنسي الموسم ده، احرز 8 اهداف. وعلى فكره دوري الدرجه الفرنسي اللي هو دوري الدرجه الثانيه الفرنسي مش سهل، مش سهل ان انت تبقى هدافه. فمعنى ان انت جايب 8 اهداف، لا معنى كده انت لعيب كبير. هنا بيلعب بدماغه طبعا. بقول لكم ممكن يلعب لك مهاجم صريح، ممكن يلعب لك جناح. هو مهاري جدا، رؤيته كويسه، مش اناني، بيعمل اسيستات كتيره وبيحرز اهداف كتيره. بصوا خلاص بقى حفظنا، بيعدل على رجله الشمال وبيشوط، وفي نفس الوقت بيجيب اجوان برجله اليمين، وبيلعب برده برجله اليمين اهو قدامكم على طول اهي. بصوا برجله اليمين جوه الجول. فصفقه لو تمت ولعيب صغير عنده 25 سنه، اعتقد ان هي هتبقى صفقه رابحه للنادي الاهلي. طبعا احنا عارفين داخلين على كاس عالم الانديه ومحتاجين نخلص صفقه المهاجم. احنا عندنا مشكله في الهجوم يا جماعه. افتحوا قائمه هدافين الدوري مش هتلاقوا حد من الاهلي. عيب النادي الاهلي، اكبر نادي في افريقيا وواحد من اكبر نوادي العالم، ما يبقاش عنده مهاجم. عيب النادي الاهلي اللي جاله عماد متعب، واللي جاله حسام حسن، واللي جاله محمود الخطيب طبعا مع حفظ الالقاب، واللي جاله اسامه حسني. لعيبه كتير، واحمد بلال واحمد عبد المنعم كشري وعلاء ابراهيم. عيب ما يبقاش عندنا هداف من هدافين الدوري. شكرا جدا، وكان معاكم مروان من قناه خط دفاع الاهلي. وتابعوا وقولوا لي رايكم في جان فيليب كرازو اللي كل الانباء بتقول ان هو اقترب من النادي الاهلي. سلام.